سيدنا عمر معه درة. وقالوا إن درة عمر أهيب من سيف الحجاج. سبحان الله. طبعا لأن الشيباني بني شيبة حاملي مفتاح الكعبة. نعم. لما منع الرسول يوما، الرسول داخل كانوا يفتحوا الكعبة يوم الاثنين ويوم الخميس، فالشيباني يقف هكذا فيمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة، والدعوة مضطهدة وكانت اسمها. قال له يا عثمان بن ابي طلحه اسمه كده الشيباني، يا عثمان عسى ان يقضي الله يوما ان يصير هذا المفتاح يوما بيدي، ادخل الكعبة من اشاء وامنعه من اشاء. قال عثمان يومها بطن الارض خير من ظهرها. بطن الارض يموت يعني احنا الموت احسن لي، يعني شوف الكبر يا الله. وجاء اليوم فتحت مكة، وذهب عثمان سريعا يخبئ المفتاح عند امه، فخبأته في تكة سراويلها. لا في براءة عربية يعني سبحان الله. فذهب ابو بكر وبلال ليأتي بالمفتاح كما امره النبي صلى الله عليه وسلم. قالت من مد يده اليه قطعتها ولا يستطيع احد منهم يعني. فعاد قال عمر اذهب انا يا رسول الله؟ قال اذهب يا ابن الخطاب. سبحان الله. فمن خارج الباب يا ام عثمان قالت هاك المفتاح. الله اكبر. ما رآك الشيطان سائرا في طريق الا وسلك طريقا اخر يا ابن الخطاب، حتى قالوا ان درة عمر اهيب من سيف الحجاج. يا سلام. لان الهيبة